ويا أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم جايبت لكم أكلة حلبية أصلية وهي المنسف الحلبي. رح نشتغل سوا على اللحمة الطرية والفريكة المحمصة والرز المفلفل يلي بيكمل الطبق فخامة. حضروا حالكم لأن اليوم المنسف ما هو طبخة وبس، اليوم المنسف هيبة حلبية ونكهة ما بتشبه بأي شي. ويلا سوا نبلش بالخطوات. بالبداية عنا طنجرة على النار، رح نضيف عليها زيت نباتي ورح نضيف عنا قطع اللحمة، رح نشوحها من الجهتين لحتى تتحمص شوي وتاخد لون ذهبي. بنستمر بتحميص اللحمة لحتى نوصل للنتيجة اللي نحنا بدنا إياها. بسم الله ما شاء الله. بعد ما تتحمص عنا اللحمة رح نضيف عليها المي المغلية، وضروري تكون المي مغلية لحتى اللحمة ما تشد عنا وتستوي بأسرع وقت مطلوب. وهون بعد ما تشوحت اللحمة بنبلش نضيف عليها المي المغلية مثل ما حكينا مسبقا، ومنخليها لحتى تغلى عنا، ومنشوف إذا بتطلع زفرة منشيلها من على الوجه، وإذا ما طلعت زفرة رح نضيف عليها المطيبات ونغطيها ونخليها تستوي. هون ما شاء الله لما نشوح اللحمة كثير كويس ما بتطلع كثير زفر عنا. هنضيف المطيبات اللي هي عبارة عن ورق غار وهيل وبصلة وفلفل أسود وقرنفل. بنحرك كل المكونات ومنغطي اللحمة ومنخليها تستوي على أقل من مهلها، تاخد تقريبا من ساعة ونص لساعتين، بتكون منهنها ومستوية على الآخر. ما منملح، منخلي التمليح آخر مرحلة عندنا لحتى نحافظ على طراوة اللحمة وما تكسى عندنا من البداية. وبسم الله ما شاء الله، بعد ما مضى تقريبا ساعتين على سلق اللحمة، أنا مخليتها ساعتين على نار وسط. إذا عنا طنجرة ضغط فينا نستخدم طنجرة ضغط، بيكون أسرع وأحسن. هسا هون بهاي المرحلة بدنا نملح، طبعا نحنا بنتحكم بكمية الملح على كيفنا. بعد ما استوت اللحمة وشلناها على جنب، هون بدنا نطبخ الفريكة. عندي طنجرة على النار حاطة فيها معلقة سمنة، وإذا بتحبوها تكون دسمة كثير بتحطوا ليا وتقلوها باللية، بس أنا بفضل هيك أطيب، بتضلها أخف شوي. بنقلي الفريكة كثير كويس لحتى تتحمص وتتنغنغ مع السمنة. بعدين بنضيف عليها البهارات اللي هي عبارة عن 7 بهارات: ملح وفلفل أسود وزنجبيل، وبنضيف عليها مية سلق اللحمة يلي مصفينها على جنب، وبنخليها لحتى تغلي عنا. بعدين بنغطيها. هون بطنجرة ثانية على النار ضفت معلقة سمنة وضفت رز كبسة حبة طويلة نقعته تقريبا 10 دقايق بالمي الباردة، وضيف عليه البهارات اللي هي عبارة كمان 7 بهارات وفلفل أسود وملح وزنجبيل. هون الفريكة بعد ما بلشت تغلي عنا مثل ما شايفين ما شاء الله، بنوطي النار تحتها وبنغطيها ونخليها تستوي على أقل من مهلها. والرز عنا على جنب بعد ما تحمص رح نضيف عليه مية سلق اللحمة اللي كنا سالقينها على جنب، وكمان بنخليه لحتى يغلى، بنغطيه ونخليه يتهدى على مهله. وهون صار عنا وقت التقديم المنسف الحلبي يلي بشكله بيفتح النفس. بداية بنحط طبقة فريكة بالمنسف وبنضيف فوقيها طبقة الرز وبنفردهن كلهن فوق بعض مثل ما شايفين. وهون عنا على جنب كنت عم بقلي اللحمة، لحمة ناعمة طبعا بس تستوي، بنضيفها على وجه المنسف، وبعدين نبلش نفرد قطع اللحمة يلي كنا سالقينها. وبسم الله ما شاء الله، وبنختمها بالمكسرات يلي نحنا بنحبها ويلي متواجدة عنا بالبيت. بس المنسف الحلبي ضروري يكون على وجهه فستق حلبي بالأخير، وألذ وأشهى من هيك منسف ما ضل. طبقة الفريكة مع طبقة الرز تعطيها نكهة خرافية، وبنجللها بالأخير بالمكسرات. بتمنى تجربوا هاي الوصفة وتكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، وما تنسوني باللايك وبالاشتراك وبالمتابعة، واستنوني بفيديو جديد إن شاء الله. سلام.